احنا مش بنعد الفاولز، مش بنعد الحروف المتحركة. امال بنعمل ايه يا ميس؟ بنروح نعد الاصوات اللي اتقالت في الكلمة للحروف المتحركة. طيب هفهمكم. تعالوا بقى نشوف الطريقة اللي ازاي بنعرف عدد السيلابلز او المقاطع. لو انا عندي كلمة زي كلمة نايس، N I C E، انا لو قلت لكم في كام فاول هنا، هتقولوا لي في الاي يا ميس وفي الاي، الاي والاي. طيب هما تو فاولز، هل كده يعتبر نقول ان كلمة نايس بتساوي تو syllables؟ اقول لك لا، مش هينفع نخليها تو syllables. امال نخليها ايه يا حبايبي؟ نخليها one syllable، مقطع واحد. طب عرفنا ازاي ان هي مقطع واحد؟ لان انا عندي في نايس ناي اي، الاي هي اللي اتقالت، هي اللي اتنطقت، والاي ما اتقالتش. يبقى احنا بنعد اللي اتقال من الفاولز. خلي بالكم عشان في حته مهمه هقول لكم عليها. بنعد اللي اتقال وطلع صوته ونطقناه من الفاول كده، بقى كلمة نايس one syllable، مقطع واحد بس. طيب لو أنا عندي كلمة زي كلمة ماوس، M O U S E، تعال نشوف فيها كام فاول، فيها كام واحد متحرك. فيها ال O وال U وال E، فيها ال O وال U وال E. هل كده نقول ان كلمة ماوس 3 syllables، 3 مقاطع؟ هقول لك لا، ما ينفعش نقول عليها ان هي 3 syllables. امال نعمل ايه يا ميس؟ نشوف مين اللي اتنطق، مين اللي طلعنا صوته. انا هنا ماو، الاو مع اليو طلعوا صوت الاو او او، يبقى واحد بس، صوت واحد بس سمعناه، يبقى دي one syllable. يبقى انا ماليش دعوة بعدد السيلابلز، سوري، ماليش دعوة بعدد الحروف المتحركة. انا مش بعد، انا مش بعدهم. امال انا بعد ايه؟ بعد الاصوات اللي طلعت، الساوند اللي طلع. طيب خلي بالكم من اللي انا هقوله دلوقتي. لو انا عندي كلمة اسمها reply، reply، هنا لو احنا بصينا على الكلمة دي هنشوف ان كلمة reply فيها one vowel واحد بس متحرك اللي هو الاي. طيب لو بقى نطقناها، نطقناها يعني ايه؟ reply يعني يرد. طب انا لو نطقتها بقى reply، rip دي قالت و اي الواي اتنطقت اي. هنا بقى في عندي لازم اخلي بالي ان مش كل، انتوا عارفين ان الليترز او الحروف مقسومة حروف متحركة اللي هي الفاولز، وحروف ساكنة اللي هي البي والال، دي اسمها حروف consonants او ساكنة. هنا احنا عارفين ان الواي مش حرف متحرك، بس لما جينا نطقناه قلناه نطقناه اي، reply، نطقناه اي. فهنا بقى هنعده لان هو طلع ساوند، طلع صوت، طلع صوت الاي. فهنا هنقول عليه reply، two syllables، مقطعين. يبقى احنا نتفق اتفاق، احنا مش بنعد الحروف المتحركة، احنا مش بنعد عدد الحروف المتحركة، احنا بنعد الاصوات اللي هي قلناها من اي حرف نقوله. اي letter، اي حرف بيقول صوت من اصوات الفاولز، صوت من اصوات الحروف المتحركة، بنعتبره syllable، مقطع. طيب يا مس، ممكن تفكرينا مين هي الساوندز او مين هي اصوات الفاولز الحروف المتحركة؟ هقول لك ماشي. احنا عرفنا ان الاي والاي، اي، او ويو هما دول الفاولز. طب ايه الساوندز بتاعتهم؟ الاي ليها تو ساوندز، ا او اي. يعني ممكن نقولها الصوت اسمه A sound A. يعني لو سمعنا A أو A نعرف إن ده مقطع. طب والإي يا مس؟ اسمه E sound إيه، إيه. الإيه برضو، الإيه اللي هي الساوند بتاع الإي ده يعتبر مقطع. طب والآي؟ اسمه I sound إي، اسمه I sound
اي. طيب والاو اسمه او ساوند اه. اه نخطفها كده، اسمه او ساوند اه. دبليو اسمه يو ساوند اه. اه اسمه يو ساوند اه. يبقى احنا هنا عرفنا ايه؟ عرفنا ان كل كلمة من الكلمات دي ليها مقاطع. الكلمة تتكون من syllables، مقاطع، والsyllables بنعدها على حسب الساوند اللي احنا نطقناه، النطق اللي احنا نطقناه، مش على حسب العدد بتاع الفاولز.